رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. شيخي هنگا ديسنا شيخ جمال موسى، شيخ جمال موسى رئيس مجلس أورومو كإسلا مسلم أوروما كما سيستم ما سبكمي نمي تبدا كدوران إرجيرو شيخ جمال موسى نمي سنغفول نجيرو نما جابا الإسلاماتي ألفاتي سريفنا إسا محاضر نوهنا محاضران سالتي كوچلتي إسا لدي فهم كدنا كبير نوديمو نودي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسل معلما للعالمين. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء فلا بد أن نتعرف فيما بيننا. أنا أخوكم في الله، أخوكم في الإسلام، جمال موسى جيلو روبا، واسم جيلو اسم من أسماء قبيلة بورنا، أليس كذلك؟ نعم. أيوة بلى. وكذلك والربا كذلك. وأنا لست عالما ولست دكتورا، ولكني طالبا من طلاب العلم الشرعي، وقد عملت كثيرا لخدمة المسلمين في شرقي أوروبا وخاصة في هرر الغربية، وعملت إماما وخطيبا في مدينة جيرو في مسجد التوبة لمدة 22 سنة، وكذلك كنت كاتبا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في محافظة هرر الغربية، وكذلك كنت عاملا في المحكمة الشرعية الإسلامية قاضيا على المديريات والمحافظات لمدة 15 سنة. وكذلك انتخبني العلماء في محافظتي الغربية والشرقية لأكون رئيسا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إقليم أوروميا. تكبير تكبير تكبير. وعملت لمدة 2 رئيسا للمجلس في أوروميا، ثم تخليت عن الإمارة. بعدما تخليت عن الإمارة ورئاسة المجلس فانضممت وكنت عضوا في المجلس الأعلى لهيئة كبار العلماء الفيدرالية في قسم الدعوة والتدريب في المجلس في هيئة كبار العلماء الفيدرالية حاليا. وهذا كله وفقني الله تبارك وتعالى، ليس بحظي وليس من هذ أحد، هذا توفيق من الله، فلله الحمد رب العالمين. بعدما قلت هذه الكلمة كلمة التعريف، ثم أتوجه أرسل خزيت به، والموضوع الذي أعطاني إخواني
فيما يتعلق بشيء مهم جدا بل أهم. والله لقد ألقوا قبلي كثير من العلماء وكثير من الدعاة ألقوا حظهم، وكل حد وكل أحد حينما يلقي دوره وحينما يؤدي مذاكرته وكلهم تصب مذاكرتهم في إناء واحد، لأن الدين جزء لا يتجزأ مهما كان الفرع ومهما كانت الفروع كثيرة، ولكنها تصب في عقيدة الإسلامية الصافية وفي معاملة الدين الإسلامي فيما بيننا. طبعا وكانت درسي فيما يتعلق بأهمية الأخوة الإسلامية. أهمية الأخوة الإسلامية شيء جزء من جذور العقيدة، جزء من جذور العقيدة. فإنه يجب على المسلم على كل مسلم ومسلمة حر بالغ سليم العقل أن يحب لأخيه المسلم من الخير ما يحب لنفسه، من الخير ما يحب لنفسه، لأنه جزء واحد، وأن يكره لهم من الشر ما يكره لنفسه. كما أنه يجب على المسلمين عموما أن يكونوا إخوة متحابين متناصحين متعاونين على البر والتقوى. أيها الأحبة، يسرني أن تكتبوا شيئا من الكلمات، وكما قيل قبلي وما كتب قر وما حفظ فر، كما يقال في كثير من دروس العلوم الإسلامية لا بد أن تكتبوا، ليس كلهم، وإنما كلمات تفيد عنوانها تنضبط بكثير من العلوم والمعاني. إخوة ليس إخوة فحسب، متحابين متناصحين متعاونين على البر والتقوى متناهين عن الإثم والعدوان. هذا ما أمر الله عز وجل المؤمنين في كتابه العزيز. ذكر الله تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين في 89 موضع، في 89 موضع من الآية الذكر الحكيم خاطب المؤمنين حينما ذكر الكافرين في قليل من المواضع. لا يخاطب الكافرين إلا بواسطة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويقول عز وجل لأهل الكتاب معاتبا أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد أن يخاطب الكافرين، ولكن حينما يريد أن يخاطب المؤمنين ويخاطبهم صراحة. هذا فضل المؤمن، فضل المؤمنين. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يأمرهم جماعة، ولا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذي آمن، لا يقول هكذا. يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب خطاب شرف للمؤمنين، خطاب شرف وفضل للمؤمنين، لأن المؤمنين
يتوصلون إلى ربهم بدون أي واسطة. هذا فضل المؤمنين أيها الأحبة. فلذلك وبالحديث المتفق عليه بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم المؤمنين وأن يكونوا متوادين متراحمين. هذه الكلمات كلمة مترادفة في نفس الأمر، تدل على معنى كثير. متوادين متراحمين متعاطفين، يسودهم الحب أي يغطيهم الحب، ويظهر عليهم آثار الحب والوئام. لذا فقد جمعت في هذه الرسالة المختصرة كلمات يسيرة فيما يتعلق بالأخوة الإسلامية وآثارها وفوائدها وحق المسلم على أخيه المسلم. لا بد هناك أن أتكلم باللغة المحلية أو بلغة أفان أورومو. توافقونني؟ توافقونني؟ طيب من يوافقونني فليخرج أيديهم. أفان كي يكون سمعنا بجهد صداقة إيه رجال في جهد صداقة لماذا؟ بارك الله فيكم. قال الله تبارك وتعالى للمؤمنين أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على حبيب الله. قال تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. انظروا، واخفض جناحك. الجناح هنا كما فسر كل المفسرين ليس جناحا يطير به، إنما الجناح في هذه الموضع جناح الخلق، جناح الخلق العظيم. وكذلك نحن إخوة الإيمان. قال تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. إنما كما تعرفون أيها الدعاة أيها العلماء، ونحن لسنا في هذا المكان لنعلمكم بل لنذكركم. بسم ما يادتشين سوف ملي والسم برسي سوف يبي. إنما أداة حشر تثبت المذكور وتنفي ما عداه كما أنتم تعرفون. إنما المؤمنون إخوة، مهما اختلفت الأجناس ومهما اختلفت اللغات ومهما اختلفت القبائل ومهما اختلفت الأوطان. بكم مثلا زيغا بيجتمع كيس يوجراتا والنما مؤمن توتا جاء ممنته أفان ساني غرغرته لمما بيا غرغرته والنما مؤمن توتا ربتي أماني بيا آخرات وقوم نبي محمد جل ديما عليه الصلاة والسلام. كل دي ثاني طرفت إيه أبولوني إخوة. هذه قاعدة عظيمة ونحن كثير منا لم نوافق. هندوك يوافق ونحسب أننا إذا قررنا الشهادة وإذا صلينا الصلوات الخمس وأدينا ما عندنا من الزكاة والصدقات كأننا أكملنا الدين. ليس الأمر كذلك. دبنا كثير. إنما المؤمنون إخوة.
المسلمون في عرض الصومال، لا، في إقليم الصومال هنا من إخواننا في إقليم الصومال في شرق بلاد إثيوبيا، وهناك في شرق الغربي من بلاد عفر، كلهم 100% مسلمون. الصوماليون كلهم مسلمون، والعفاريون كلهم مسلمون. أما تعرفون هكذا؟ لماذا لم تطيعوا بعضهم ببعض؟ لماذا؟ مع كونهم مسلمون، مع كونهم يصلون، مع كونهم قبلتهم واحدة وقرآنهم واحد ونبيهم واحد. سبحان الله، انظروا ما كنا نحن فيه والمخيسة إفلام كمنا. أما نمن ما أسجله من قبائل بورنا من المسلمين، ومن قبائل قربة، ومن قبائل قري، ومن قبائل أخرى صومال وغيرهم برجي، أليسوا مسلمون؟ كلهم مسلمون. ولكن فإن لم نتقاتل ولا نحب بعضنا بعضا كما نحب من قبيلتنا رجالا ونساء، كما كانت المودة بيننا لا توجد مودة بيننا وبين إخواننا. هذه واقعية لا بد أن نغير هذا. ماذا قال تبارك وتعالى؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذا البلد والله شكيتم يوم أمس شيوخ هذا الوطن وعلماء هذا البلاد، شكيتم كثيرا من الذلة، من الإهانة، من التخلف بالمال والدين والتكاتف والجماعات. وهذا لا بد أن نغيرها. بإيش؟ بأن نتكاتف أولا قبل كل شيء، وأن نتجالس مع بعض ونتشاور فيما بيننا في الدين والمجتمعات. هكذا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث حديث مشهور متواتر، ولكن لا نستطيع. أمر الله عز وجل نبيه وأمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال في كتابه العزيز: وأمر بالعرف، وأمر بالعرف، خذ العفو. أولا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أنا نفسي لا أستطيع، ولكن إذا تكلمت أمامكم، إذا خرجت من هنا يسهل علي أن أطبق هذه الآية. عرفتم؟ إذا ذكرتكم، إذا تذاكرنا هكذا يسهل علي أن أطبق هذه الآية، ولكن إذا كنت وحدي هذه ثقيلة، صعب جدا، أليس كذلك؟ خذ العفو. من يأخذ العفو يا أخي؟ إذا اقتتلت الصبيان في بعض الجوار، إذا اقتتل صبيان تخرج أم هذا وتخرج أم هذا وتضرب بعضهن مع بعض، ثم يخرج الشباب، ثم يخرج الوالد. ومع ذلك يا أخي، والقرآن بيننا والسنة بيننا، أخوة الإيمان شيء لا يستغني أحد من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مجتمع من الصحابة: من يأخذ مني وفي من يأخذ عني هذه الكلمات
فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة راوي هذا الحديث: فقلت أنا يا رسول الله. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي هريرة عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تارة يأخذ بيده من يعلم، وتارة يأخذ على منكبيه. هذا اهتمام للتنبيه الطالب الذي يتعلم. هذا أمر مهم، يلقي باله لما يلقى إليه ويستمع جيدا. قال أبو هريرة: فأخذ بيدي وعد 5. أولا قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم. المحارم كل المحرمات، كل ما يؤكل من الحرام، وكل ما يطعم من الحرام، وكل ما يلبس من الحرام، وكل شيء يتكلم به الإنسان ما لم يكن له حلال. اتق المحارم، جميع المحارم اتقي، تكون نتيجتها تكون أعبد الناس، نما أكر رب عباد على قبروت الرحمن تاتا وان حرام تهرى فقادون عن جيدي. هذا واحد. ثانيا: وارض بما قسم الله تكن أغنى الناس. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره وحسنه الألباني. وارض بما قسم الله لك من المال، لا تكن يعني هلعا، لا تكن شحيحا، لا تكن لئيما. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة العدد، ليس الغنى عن كثرة العدد كما بين في حديث آخر. الغنى غنى النفس. تكن أغنى الناس إذا كنت يعني مقنعا، إذا كان لك قناعة فيما أعطاك الله من الرزق وأنت مستريح، إن كان قليلا كثيرا وأنت مقتنع، تكون أغنى الناس أنت. هذا ثانيا. ثالثا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أحسن إلى جارك، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. انظروا فانتبهوا إلى هذه الحديث. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بشيء ثم يذكر نتائج ذلك، نتائج بعد ذلك، الفضل الذي يترتب على شيء أمر به. أحسن إلى جارك، والله إن كان كافرا وإن كان مسلما وإن كان قريبا لك، فللجار 3 حقوق. إن كان في جوار بيتك كافر، والكافر له حق واحد على المسلم، وذلك حق الجوار فقط، حق الجوار. إذا مرض لابد أن تعوده كمسلم، وإذا يعني وقع عليه شيء لابد أن تعينه كما كنت جارا. هذا جار حق واحد. وإذا كان مسلما، وإذا كان الجار مسلما له حقان، حق الجوار وحق المسلم. حق الجوار واحد، وحق المسلم 2. وإذا كان الجار جارا مسلما ذا قرابة له 3 حقوق: حق الجار وحق الإسلام وحق القرابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. إذا لم تحسن إلى الجيران، إذا لم تحسن إلى جيرانك فأنت
لم تكن مؤمنا. هذا مفهوم هذا الحديث، مفهوم هذا الحديث. بعض الناس يبيع أو يشتري شيئا على شراء أخيه، أو يبيع شيئا على بيع أخيه، وهذا أمر ينهاه الإسلام عنا أيها الأخوة الأحباب. فلذلك هذا ثلاث. رابعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: رابعا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. هذه مسلمة. الفرق هناك بين المؤمن والمسلم يا فرق بعيد. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقد دخلت في الإسلام، ولكن لم تكن مؤمنا. الإيمان له مرتبة عالية حتى تتكامل عملك، يعني متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن إيه؟ تكن مسلما. خامسا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أيها الأحبة، وصف الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم حين قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللهم اجعلنا رحماء في بيننا. آمين. هذا الشعور شعور المؤمن. ليس بيننا وبين فلسطين قرابة. أما تغضبون لقتل أبناء فلسطين أنتم؟ ما هو العلاقة؟ علاقتنا وعلاقتهم الإيمان. كلهم مسلمين مظلومين. هذا هو الإسلام. فلا بد أن تكون في وطننا هذه مهما اختلفت اللغات. أفان كي يجرجرني هاته صومالوتا في بورني، بورنا في قري، قري في قربي. نمني بيتنا والإنجيل لا بد أن يكونوا متصاهرين، أن يأخذ بعضهم من بعض، أن يتزوج بعضهم من بعض، وأن يتنازح بعضهم لبعض. ما كنا مسلمين يا أخي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان في الناس هما بهم كفر. سنتان في الناس هما بهم كفر. خلق الكفر: النياحة على الميت والطعن في النسب. هل هذا جميل؟ والله قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام: دعوها فإنها منتنة. لا شوفتي لي ساجى الرسول عليه الصلاة والسلام. لا أريد أن أطول عليكم ثم أنتقل إلى نتائج الأخوة الإيمانية. نتائج وفضائل لا بد أن أذكرها في هذا الموضوع. فضائل. وانتقلت كثيرا في هذا الموضوع نظرا لما تعبتم في الجلوس كثيرا. قد تعبتم والله. أنا أطلب منكم العفو والتسامح. لا بد أن نحب بعضنا لبعض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، كما رواه أبو داود والترمذي. محبتنا لا بد أن تكون محبة الإيمان، محبة إسلامية، لا محبة نسب ولا محبة قرابة. جالت نؤدو جرت جال الإسلام تهوك بجمة خير. جئنا إليكم لنزوركم من مسافة بعيدة
تقريبا أكثر من 1000 كيلومتر بالطائرات. كيلومتر كنت قول في الفكرة نيروبي دفنه سنبر وبريم كينيا أمة مسلمة وربورنا الذين يسكنون في شرق بلاد كينيا بهبية كينيا خنا قبتني خنتان أمة كينيا خبورنا قيساني وجه قبتي مسلم تون تخلف قبل يرون يرى قالت تفتل لون جلالومي والبسم تياري دعوة قوني في إساني وجه والبري والجج ويسن جميع دفنه وابراتي في بيتي إسلام ما بدفنه وبلغيب كينيا ما لك ونفنانني تكيت خينيا ويقل بلا شيء متي لافتومي والمتون أرى وجه صوفني ولد دبني إسلام ما ولد دبني الدباني يومك ولد من ربي تبيخ بينانو هبين خنوان تهف دبرتوني على خنا نياتن وقولوا كانت تبدأ بدل نياتي سوكما اتركت سوكمنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام واستوصوا بالنساء خيرا دبرتوتا خنا بدأ جهنم جرى رب نساء عباس بأمين جي دبرتيكم تكا هذا منات تكا أبليتي تكا هذا تكا إنتلا خنا على جرني أنا ما بر ورأي بجهنم جرى به رب سانا تاسس جعل العلماء في مخينا ثاني ولقرنا يروحنا كيلومتر بسدي والأصل في ديوم بريكي زيارة سندرة دفن غازات تبيه مخينات الخنقلات يخن بلا شيء بشان النبو إذا انتي غازات تبيه ديني في جالن تتجي جالن حقيقته كبدي جالن حقيقته كبدي نمني والملوك نحن خيس والإنجر خبرنا خيس والإنجر بيجر أنتم كل واحد منكم رسول وراءه إرقاد ما يسندوه التابعين إسمنا فاسدين إسمكم بيا ما يسندوه سنت قدك الله عنكم أمة الإسلام فضائلني متقبل علماء كينيا أكلت جالة تنكنا دعاة كينيا أكلت جالة تنكنا جدود تقول جدود غيرات أرقصي سوداتي دين كما جنجو وبراتي نمتي فبما رحمة من الله لنت له قال الله عز وجل أسلوب الدعوة إن أردتم أسلوب الدعوة فانظروا في كتاب الله في القرآن العظيم أسلوب الدعوة في القرآن إن أردت حوارا بين الناس حوار فانظروا حوار موسى عليه السلام مع فرعون فانظروا كل شيء ما كان في الكون في القرآن الكريم فلذلك فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم إلى آخر الآية. العفو أيها الأحبة العفو مصدر الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان الله حبب إلينا كثير منا من له علم ومن له مال الذي لم يوفقه هذا الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الذي أجلسكم هنا هو الإيمان. من هو الذي أجلسكم في هذا الموضوع؟ ليس إلا إيمان في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون جعلني الله وإياكم من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. هذا فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والله يجعل رسالته
حيث يعلم القلب الذي يقبل الإيمان. المتحابون يوم القيامة، المتحابون يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى: أين المتحابون بجلالي، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. إن أردتم أن تجلسوا في ظل الرحمن فلا بد أن نكون كل واحد منا متحابين إن شاء الله. وأخيرا لا آخرا، من فضائل الأخوة في الإسلام: أولا تكون نورا يوم القيامة. المتحابون يوم القيامة وجوههم نور مبيض، كما في الأحاديث التي رواها أبو داود وأحمد والنسائي وابن حبان أنهم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة وجوههم مبيضة، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. ثانيا أن الله تبارك وتعالى يحبهم، كما في قصة الذي زار أخا له في قرية لأنه يحبه في الله، فأخبره الملك أن الله يحبه كما أحبه فيه. رواه مسلم. هذه ثانية. ثالثا أن من أحب لله يجد حلاوة الإيمان. من أحب لله، قال في حديث رواه البخاري ومسلم: من وجد فيه ثلاث فقد وجد حلاوة الإيمان، ومن ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا واحد. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا محل الشاهد. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وإن مت فهو يغسلك ويغفرك ويصلي عليه ويجوزك إلى القبر، فلذلك لا يحبه إلا لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من ثمرة الإيمان. خامسا الأخوة في الله جامعة الإيمان، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. انظروا يا أخي، المؤمنون المخلصون من أهل السنة والجماعة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يتبعون سنته، ومهما اختلفت أجناسنا ومهما اختلفت لغتنا فإخواننا في كل مكان وفي كل زمان. هل تؤمنون بهذه الكلمة؟ تؤمنون به؟ طيب، هذا من فضائل أخوة الإيمان. وكذلك بعدما ذكرنا وقد انتهت الساعة والدرس لم تنتهي بعد، ولكن أوجزها أيها الأحبة في الله. وللأخوة الإسلامية شروط، وأذكر منها اثنتين: أن تكون الأخوة خالصة لله، لا للقرابة لا للغني لا بالسهل لا لشيء آخر. أن تكون الأخوة خالصة لله. ثانيا أن تكون الأخوة في الله مقرونة بالإيمان والتقوى، فإن لم تكونوا بالإيمان والتقوى فيوم القيامة أعداء، كما قال تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثالثا أن تكون الأخوة ملتزمة بمنهج الإسلام، لا بد أن يكون من يحبه أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن تكون الأخوة قائمة على النصح لله ولعباده. الدين النصيحة،
وإن أخطأ أحد منا لا بد أن نقومه، يجب علينا أن نقومه. وهكذا أيها الأحبة في الله، أكتفي بهذا القدر. درسي عن المجمع لما اتفقوا من رب واتاسسوا لم يتقى والجاء عند خيسة والجاء في بأركوا القبضة أركوا القبضة فليأخذ كل واحد منا يده نتقبل الإسلاماتي قولوا نحن إخوة الإيمان نتقبل الإسلاماتي دين الوقت والإنجيلنا والقرقارنا صدارة الوقت والقرقارنا وثم جريان دين الإسلام والجريان آخرة وليم قولنا إن شاء الله. اجلسوا. أبو يوسف يا رب الوالدين يا رب آمين يا رب الوالدين يا رب تيسو ديني اتنوار على مطلوب يا رب ديني فمن وقت دبوبرة خيري فمن وقت فينا حظ من حلول الشيطان نخطأ ونتوب نخطأنا نتوبنا توبة يا رب نوضع عقيبا. والمعصوم هو من عصمه الله تكفمن نما رب انتيسي نمني آرى إساء وجدتي راوته لبو يو آرى أفان ساقبتو بكتي آرى سنونا ديوم يو إساني سباتي ودواتو بشانو في النمو يو إساني سباتي بنتيسو. هذه هي السنة. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يرون ملائكة ربي يقربي وما إساتنا توسلي قلنا إسا خيسا قول شيطان هذه قول شيطان اتنما عرس خيسا لكني آسا حكمة اتنكني خطني أخراسون ورد. نبي محمد عليه الصلاة والسلام نتكفيت نتنخطان إذا قبر افتكسوا ببرباجس وبلوث الإسلام قالي سبب إساء جنة سيد وبلوث المسلمة كان إساء جالت جودان ربيه جالت إذن المتحابون كان ربيه جو سبب إساء دبيخنا ميزان قدا دبين بسنة أصدقرتي كان أطلما إسلاما جبسته أكا ولغتي وانكام نبقوا إلما كم يا رب نتكسي يا رب نتيسي يا رب نتيسي يا رب بيقولنا والكاس دين الدين والكاس علم دين والكاس جعل لا والكاس يا رب يا الله يا فتاه يا عليم يا حز يا حي يا قيوم يا رب مكان كيوتي سكدك يوم يا رب ومكان كنتس ولما قدوا سالي قال يا ولا قامت إنسان خبره يا رب يا رب ملك الوجه يا مقاس إيه كجانب يا رب في المدينة إيه خلني في المنفذين إيه فجاء خلني في الإمام المنفذين يا رب ومتى كان وقتس بملكوت ثاني بديار عباس دائما ثاني وابسيس يا رب دائما ثاني وابسيس دعاء كان يا رب مؤمن ولا يبغى ينسى ولا يبغى ينسى سنة محمد جل وللتهمين آخرا نجاو ونفقه يا رب متاسس يا رب متاسس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.